بقى النهارده هنعمل الكحك. هوريكم ازاي تعملوا الكحك العيد بطريقه سهله جدا. اول حاجه بقى هنحضرها الحشوه. معايا 300 جرام من العسل، هحتاج كمان 300 جرام من عين الجمل، ومعايا معلقتين كبار من الدقيق، وهحتاج كمان معلقه كبيره من السمسم الابيض، واحتاج كمان معلقه كبيره من السمنه. في طاسه بقى على النار نزلت الاول بالسمنه، وبعد كده ضفت الدقيق، وبعد كده ضفت عليه العسل. تاني اخلط بقى الدقيق مع العسل، واول ما خلاص بقى يبتدي القوام بتاعه يتقل بالشكل دوت هنقفل بقى النار، وبعد كده هننزل بالسمسم، وبعد كده هنزل بالعين الجمل. اول بقى ما تبرد تبقى انتوا تشكلوها، تعملوها بقى زي كور صغيره كده بقت اول حشوه جاهزه معانا اللي هي حشوه العجميه. نبتدي بقى في الحشوه اللي بعديها. هنا معايا 300 جرام من العجوه، زودت معاهم معلقه كبيره من السمن. برضو هتشكلوها زي ما شكلنا العجميه. كحك حلو يبقى لازم سمنه حلوه. النهارده هنعمل الكحك على السخن، هنعمله بالسمنه المقدوحه. نبتدي بقى نحضر عجينه الكحك. معايا كيلو من الدقيق، زودت معاهم 3 معالق كبار من السمسم المحمص، وزودت كمان معلقتين كبار من السكر البودر. هضيف كمان معلقتين كبار من اللبن البودره، وزودت كمان رشه ملح، ربع معلقه صغيره كده من الملح، وكمان معلقتين كبار من النشا، وزودت كمان معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر. اهم حاجه بقى نخلي بالنا بالراحه خالص، طبعا عشان السمنه مقدوحه يعني سخنه جدا. لغايه بقى ما السمنه تبرد نعمل بقى تيست كده للخميره، عشان بس نتاكد ان الخميره بتاعتنا شغاله كويس. هنبتدي بقى نفرك كده ما بين ايدينا، ناخد كده قطعه من العجين ونبتدي بقى نبس. دي اهم خطوه. والخميره كمان بقت جاهزه. اول ما تعمل معاكم زي رغوه كده من على الوش يبقى الخميره شغاله كويس وممتازه جدا. شايفين بقى العجينه بقت عامله ازاي؟ يعني اتشبعت كويس جدا بالسمنه. هننزل بقى بالخميره اللي احنا عملنا لها تيست، وهنبتدي بقى نلمزين كحكايه كبيره متوسطه. انا دايما بحب اعمل الكحك بيكون يعني حجمه صغير كده، يعني ميني كحك. طبعا احنا لازم نكون مشغلين الفرن قبليها على درجه حراره 200 على الرف الاوسط. شايفين الجمال؟ شايفين بقى كحكايه قد ايه متماسكه كده، والحشوه ما خرجتش خالص بره الكحكايه. وبألف هنا على كل هيجرب طريقتي في الكحك. وقبل ما اسيبكم حابه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واتمنى لكم بجد عيد سعيد عليكم وعلى كل الاسره، واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.